أجلسه بجواره وقال له: سأذهب الساعة يا أخي إلى البحر وأصطاد لك سمكة كبيرة كي تشويها وتتغذى بها. وفي هذه اللحظة أقبلت الزوجة وبيدها لقمة خبز جافة عثرت عليها في فتحة من فتحات الكوخ. فاختطفها الطفل وأخذ يلتهمها التهاما، وهنا اغرورقت عينا الصياد بالدموع ألما لمنظر أخيه. الذي يبعث في النفس الحزن والحسرة. فاقتربت منه زوجته وقالت له: لا تحزن، فإن الله الذي أوجدنا من العدم وأعطى هذه الكائنات الحياة قادر على أن يهب لنا رزقا واسعا وفضلا كثيرا. فقال لها: وكيف لنا هذا ونحن لا نملك من متاع الدنيا ما نمسك به رمقنا وجوعنا؟ فأجابته بصوت ينم عن إيمان صادق واعتزاز بقدرة الخالق: إن الله جل شأنه أرأف بنا من أن يتركنا نهبا لتقلبات الزمان ونكبات الأيام. فقم واسع في الأرض طلبا للرزق، واعتمد على الله خالقك. فقام متثاقلا وحمل شبكته وسار قاصدا البحر، ولما بلغه ألقى شبكته في اليم وجلس ينتظر ما يقع شرفه. ثم وقف وشد الشبكة فلم يجد بها شيئا. أعاد الكرة مرة أخرى فلم يكن حظه في هذه المرة أحسن من حظه في المرة الأولى. وأخذ بعدئذ ينتقل من مكان إلى آخر ومن شاطئ إلى شاطئ، وهو في كل حال يلقي شبكته ولا يلبث أن يخرجها خالية من كل شيء. مضى النهار إلا أقله، وقد حطمه اليأس وخارت قواه ووهنت عزيمته وضاقت به الأرض بما رحبت، ولكن قلبه المملوء ثقة بالله جعله يتابع عمله ويستمر في شغله غير آبئ بالإخفاق الذي ناله طوال يومه وبالخيبة وسوء الحظ اللذين يلازمانه. ولما قربت الشمس من المغيب وبدأت تودع هذا العالم لتتوارى عنه قاصدة شطر عالم آخر، هم بالرجوع إلى منزله، ولكنه تذكر أن هناك من ينتظر أوبته ورجوعه وقد اشتد به الجوع. فعز عليه أن يرجع إلى منزله صفر اليدين خاوي الوفاض فارغ الجعبة. فألقى شبكته للمرة الأخيرة، وبعد هنيهة أخرجها فوجد بها سمكة ذهبية غريبة الشكل لم يرى مثلها من قبل. فوقف في مكانه صامتا لا يتحرك ينظر إليها نظرة ملؤها الحيرة والعجب. فقالت له السمكة: لا تعجب أيها الصياد، فإنك رجل طيب القلب طاهر السريرة عفو الضمير، وستكون
تحتاج إليه من طعام شهي وشراب غدي وفراش وثير ومال كثير. فعش أنت وزوجتك وأخوك مهنئين سعداء، ولكني أشترط عليك شرطا واحدا، هو ألا تخبر أحدا مهما تكن صلته بك بما حدث بيننا، ولا تقص عليه قصتك هذه، وستظل تنعم بهذه الحياة ما دمت محافظا على هذا السر. فإن أفشيته عدت ورجعت إلى حالك الأولى في أقرب طرفة عين. فقال لها الصياد وقد هل وجهه بشرا وسرورا: سأكون لأمرك مطيعا ولرغبتك منفذا، وسأحفظ هذا السر بين طيات فؤادي مدة حياتي. ثم ألقاها في البحر وانصرف. سار الصياد في طريقه إلى المنزل وهو بين عاملين: عامل اليأس وعامل الرجاء، وكان بوده أن يطوي الأرض طيا ليصل إلى منزله كي يرى بعينيه هذه الأماني العذاب. وما كان أشد دهشته حين رأى من بعد نورا متلألئا يملأ الفضاء جمالا. أبصر بعدئذ قصرا بديع المنظر، حوله سور من الحديد تحيط به أشجار الياسمين وتنشر في الجو أريجها الذكي فيعطر الهواء. دخل باب القصر فشاهد حديقة متسعة قد تناولتها يد بستاني ماهر، فنسقتها تنسيقا بديعا، وقد فرشت أرضها بالكلأ النظير، وغرست بها أحواض الزهر والرياحين، ورسمت طرقها بالحصباء الملونة، وأنشئت بها بحيرة كبيرة يسبح بها سمك صغير ذو ألوان مختلفة. أخذ يسير في الحديقة وقد زينت بالأنوار المتلألئة حتى رأى سلما رخاميا قد أقيم على جانبيه تمثالان، يمثل كل منهما فتاة حسناء بيدها مشعل مضيء. صعد في السلم حتى بلغ نهايته، فرأى بابا خشبيا مطعما بالعاج، وقد رسمت فوقه صورة نسر جميل معلق في الفضاء. دق جرس الباب فخرجت منه جارية ترتدي ملابس بيضاء، وعندما رأته أعنت رأسها أمامه ثم أشارت إليه بالدخول، ولم يكد يدخل من الباب حتى رأى رداة فسيحة الأرجاء قد فرشت بأفخر الأثاث والرياش، وزينت سقفها وأنيرت جوانبها بالشموع والمصابيح. ثم التفت عن يمينه فرأى حجرة مفتوحة الأبواب، تقدم نحوها فشاهد بداخلها سريرا مطليا بالذهب قد فرش بالدمقس والحرير، وأرخيت عليه كلة موشاة بأسلاك ذهبية، وقد شاهد فوق هذا السرير سيدة تغط في نومها، ولما اقترب منها وجدها زوجته صاحبة الكوخ، وقد ارتدت ملابس فاخرة وزين عنقها بعقد من الياقوت، وألبست تاجا مرصعا بالجواهر. ناداها باسمها ففتحت عيناها
تجد في هذا المنام سلوى وعزاء وراحت تخط في نومها. ولكن الصياد وقد أدهشه ما رأى وأذهله ما صار فيه من خير عميم ناداها مرة أخرى وأخذ بيدها، وما إن انتبهت من نومها حتى وقفت أمام المرآة لتعرف أهي حقيقة امرأة الصياد. أعجبت السيدة من هذه الحال التي أصبحت فيها هي وزوجها، وبهرها جمال القصر ودقة نظامه وحسن فرشه وأثاثه، وأدهشتها تلك الملابس الفاخرة التي ترفل فيها تلك الجواهر التي أصبحت ملكا لها. ثم سارت وبجانبها زوجها وأخذا يطوفان بحجر القصر، ولما انتهيا إلى حجرة الطعام وجدا